الصديق يبقى أكيد غشاش، واللي يخون الأمانة عمره ما يعلاش. أما اللي دايما يصفي القلب والنية يبقى عطية واسمه في القلوب شواش. مهندس الشاعر عطية شواش. مهندس الشاعر عطية شواش أستاذنا كلنا مهندس ديوانين، ديوان اسمه الزلمطحي ونوم العوافي. الشعر منك بيسحر للمصري أو للخليج، نيلك ومنه ولازم اللي هيشرب هيجي، والحرف منك يخلي الضلمة تبقى نهار. يا حضرة المستشار عمرو إبراهيم المليجي. اتفضل يا أستاذ عمرو. أستاذ عمرو إبراهيم سيد أحمد مليجي تخرج في كلية الحقوق جامعة الزقازيق بتقدير جيد، وعمل في مجال المحاماة كمحامي حر، وهو الآن وكيل لبعض الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، ومستشار قانوني لبعض النقابات العمالية في مصر، عضو جامعة النيل الأدبية، ويكتب الشعر والخواطر. بركاته. مش معنى تكريم النهارده عملنا كويسه ابدا والله، بس انا جيت علشان في ناس ليها فضل كبير عليا، على راسهم الاستاذ عماد سالم والاستاذ الدكتور عصام الحضري واخويا الكبير الاستاذ وليد المليجي، ولا انسى فضل اخويا اللي بيعاملني كاخوه الكبير الاستاذ عصام. شكرا. عمره ما كان مفتري ولا عمره كان ظالم، وفي شعره صار مدرسة تقدر تقول عالم، والحرف منه دواء والطيبة أصل وسمة، يستاهل الأوسمة. أستاذ عماد سالم. الشاعر الرائع عماد سالم مؤسس جماعة النيل الأدبية، رئيس تحرير جريدة شمس النهار، عضو اتحاد الكتاب المصري والهيئة العامة لحزب المساواة، وعضو المنتدى الثقافي المصري. له 8 إصدارات عبارة عن 6 دواوين شعر ودراسة بعنوان الموسيقى في الأشعار المصرية ويوميات. أنا الحقيقة بشكر إدارة المهرجان، ولازم أعترف بإن كان في واحد موجود هنا في القاعة ديت كان ليه فضل كبير عليا. فأنا لما جيت من قرية العلامة في مركز هيئة الشرقية عشان ألتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، كان أول ندوة أحضرها سنة 87 كانت في جماعة الفجر، وكنت أول عضو في جماعة الفجر اللي أسسها الدكتور يوسف عبد. فعايزين نقول لو كنت ناوي السفر، لو على الفراق ناوي، اسمع نصيحة مجرب جن ومخاوي. لو رحت الأقصر في يوم اوعى في ليلة تنام من غير ما تسمع كلام عبد الصبور صاوي. مع الأستاذ عبد الصبور صاوي. الشاعر عبد الصبور صاوي شوقي صاوي سيد، مدير اللجنة الرياضية للشباب والرياضة، نشرت أعماله بعدة جرائد في مختلف الدول العربية. له ديوان تحت الطبع بعنوان السبحلم من محافظة الأقصر، وحضر خصيصا للمشاركة في المهرجان. أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأقصر نحن سعداء جدا بهذه الكوكبة الرائعة بالشعراء العظام وبمساكين هذا المهرجان الطيب. أنا أشكركم جدا وسعدت جدا بلقائكم ومعرفتكم وأشكركم جدا. شكرا. عبد الصبور أتى خصيصا من الأقصر لحضور المهرجان. أبويا وصى وقال لي انسى إنك منوفي. صح
واعيش بحلمي وارضى المقدر واخلي دايما مثالي دكتور منال عفيفي. مع الدكتوره منال عفيفي. دكتورة منال العفيفي محمود حماد، أستاذ مساعد بكلية التربية الموسيقية، بكالوريوس ماجستير ودكتوراه في التربية الموسيقية تخصص موسيقى عربية، لها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة، وقامت بالإشراف على بعض رسائل الماجستير والدكتوراه، عضو تنفيذي في اللجنة المؤسسة للاتحاد العالمي للشعراء والمبدعين العرب. مصري وعاشق ترابها وعلى البلد بيغير، مؤمن في قلبه إيمان، مسجد كنيسة ودير، والكلمة منه دواء والقلب ليها يميل، هو حبيبنا الجميل ماجد كمال أبدير. أستاذ ماجد كمال أبدير. الرائعين يعني. طول عمري حالف ومستحلف ونادر ندر. طول عمري حالف ومستحلف ونادر ندر، لما أزور النبي أو تيجي ليلة قدر أدعي إلهي وأقول يا رب بدعي لك، أبقى في شعري مثيلك يا عصام يا بدر. مع الشاعر عصام بدر. طبعا الشاعر عصام بدر انا مش عارفه اقول عليه، يعني لو قعدت للصبح مش هخلص، بس هقول كلمتين يعني. الشاعر عصام اسماعيل محمد بدر، عصام بدر ليسانس دار علوم، دبلوم الدراسات العليا في التربيه، شاعر فصحى، له ديوان شعر بعنوان من اجل عينيها، مستشار رابطه ابداع العالم العربي والمهجر ومقرها باريس فرع مصر، عضو في العديد من الجمعيات. انا بصراحه بسميه صاحب القوات العنيده. اهلا بيك. عايش وفي حينا واحد من الشرفاء، في الجد عنتر، في مسكه أطرف الطرفة، فارس في علم وأدب والشعر والقصة، مرصوصة رصة تقول ماركة جمال عرفة. مع الأستاذ الكاتب الشاعر جمال عرفة. أستاذ جمال يونس محمود عرفة، اسم الشهرة جمال عرفة، تم تكريمه من رواد العمل الأدبي في مجال الكتابة والتأليف وكتابة السيناريو والحوار والتحرير الصحفي والأفلام الوثائقية وصياغة وأفكار وإعداد البرامج وحاجات كتيرة قوي مش هنخلص. مدير إنتاج ومدير عام لأكثر من شركة ومستشار إعلامي لمجلة لؤلؤة الخليج. أخته جميلة وطيبة والحب ليها انفرد، بدعيلها دايما بالهنا ما يصيبها يوم أبدا مرض. في الشعر هي معلمة، في القصة هي مدرسة، في الأصل هي مهندسة، واسمها منى عوض. المهندسة منى عوض شاعرة وقاصة وروائية وفنانة تشكيلية، ومؤسس جماعة كلمة وحركة بكرة أحلى، عضو اتحاد كتاب مصر، عضو اتحاد كتاب مصر، لها 5 دواوين وروايتان، فازت بالعديد من الجوائز عن أعمالها من جمعية الأدباء ونادي القصة، وفوق كل دوت هي صديقتي وحبيبة قلبي. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة أنا عايزة أقول كلمة قصيرة أعبر بها عن سعادتي إن أنا جيت لهذا المكان الجميل، ولما قريت نادي العاملين بالنيابة الإدارية أحسست بفخر لأني بنتمي لأسرة قضائية. فأنا بشكر كل إخواتي الأعزاء الغاليين، الأستاذ وليد المليكي والأستاذة سمية البسيوني، دكتورة نادية فتيحة، وحضرتك رئيس الجمعية، إن أنتوا أتحتونا جميعا إن إحنا نلتقي بيكم ونلتقي بكل المبدعين الأعزاء الغاليين جدا على قلب جميعكم، وكل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله نيجي دايما بإذن الله. هنعيش فترة روحانية كده مع الشعر.
الشيخ محمود هنداوي المبتهل المستشار هنا. ايه يا احمد؟ وقبل ما يجي لنا الشيخ محمود هنسمع مطرب جميل صغير كده مع يوسف عمر. اتفضل يا يوسف. السلام عليكم. مصطفى غالي عبد الحليم. خايف إني أحب وخايف انسى الحب يوم يقابلني